السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من كلام في الكورة. النهاردة كانت انطلاقة كأس العالم قطر 2022. قطر أبهرتنا وأبهرت كل العالم بصراحة. لو لسه معملتش لايك انزل اعمل لايك، ولو لسه مشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ الحلقة. قطر النهاردة أوفت بكل الوعود اللي وعدت بيها. قالت إن احنا نعمل نسخة استثنائية، وفعلا بداية من انطلاقة الافتتاح وهي بتعمل حاجة استثنائية. قطر ادت دروس لكل الناس اللي قبلها وأحرجت كل الناس اللي هتنظم بعدها. تنظيم في منتهى الروعة والجمال، حاجة كده مشرفة للمسلمين والعرب والشرق الأوسط والمنطقة العربية كلها. كل اللي انت ممكن تتخيله قطر النهاردة كانت محافظة عليه وقدمته للعالم. يعني عايز اقول ان قطر قدمت نفسها وقدمت المسلمين والعرب للعالم في ابهى الصور، بحاجة مشرفة جدا. يعني بصراحة حاجة تشرف. قطر اهم حاجة عملتها الحفاظ والثبات على القيم والمبادئ الدينية الاسلامية كما يجب ان تكون. مفيش خلل، مفيش هزار، كل الثوابت الدينية والاسلامية قطر حافظت عليها من النهارده، من انطلاقة أول يوم ومن قبل كده. يعني دي أجمل حاجة كانت عجباني في قطر وفي تنظيمها لكأس العالم. يعني إحنا عندنا ثوابت حضرتك إحنا لازم تمشي عليها. القيم الأخلاقية والدينية والإسلامية، وبنحترم كل الناس وأنت لازم تحترمنا، أنت مجبر تحترمنا. وبصراحة دي كانت أهم حاجة وأكتر حاجة عجبتني في الموضوع. التفاصيل بتاعت الماتش النهاردة، يعني انا اخدت بالي من كام حاجه. كل الروعه والجمال واللي عملته قطر ده من تنظيم وماتشات وبنيه تحتيه وملاعب وكاس عالم. كل اللي انت شفته ده الوحيد اللي خسر فيه الفريق بتاع الكورة. كل ده اتحول لضغوطات على فريق كرة القدم. يعني هي عملت كل حاجة، عملت بلد جديدة بملاعب بجماهير باستادات بشوارع. كل ده اتحول لضغط كبير على الفريق ان هو لازم يطلع. انت بطل اسيا، انت حاليا بطل ممثل عرب، واحد من الممثلين العرب، انت بلد كاس مستضيف كاس العالم، لازم تطلع في ابهى صور. كل ده اتحول لضغط خلى اللعيبه النهارده مرتبكه وخايفه بطريقه ما تتخيلهاش. هم اصلا اللعيبه في الحوارات الصحفيه ما كانتش مصدقه ان ده مستواهم. فرقة قطر فرقة كويسة، مش هتنافس وكده، بس مش ده الأداء اللي كان منتظر ولا هم أصلا كانوا منتظرين من نفسهم. كل ده اتحول لضغط، عمل ارتباكات وخلل في صفوف الفرقة واللعيبة خايفة، والارتباك والمناظر اللي شايفينها رؤساء دول والجماهير والانتظار والعالم كله مركز معاك. كل ده خلى اللعيبة فقدت تركيزها من أول دقيقة لآخر دقيقة. وطبعا مش اللعيبة بس، المدرب كمان فقد تركيزه. يعني فنيا كده وتكتيكيا انت راجل خسران 2-0 ونازل من اول دقيقه لاخر دقيقه بتلعب 5-3-2. انت بتلعب 5-3-2 لمين؟ يعني الراجل اللي بيلعبك 4-3-3 وبيهاجمك كسبانك واحد وكسبانك اتنين، وبيلعبك برضه 4-3-3. الراجل لسه بيهاجم عليك وانت مفيش اي خطوره. يعني انت لا خليته حتى مثلا خاف منك يرجع يدافع يغير خطته، ولا هو لاقيك في الملعب. هو مستحوذ على الملعب بشكل كبير جدا. الشوط التاني ساب لك الكرة تلعب شوية، يعني اللي هو ايه، خلاص انا بدأت اريح لعيبتي، بدأت افكر في الماتش الجاي، عارف انت مش هتشكل اي خطورة. انت متأخر. يعني خطتك وانت متأخر 2-0 زي خطتك وانت لسه نازل ماتش بتلعب 5-3-2 متحفظ ب3 قلب دفاع. ليه؟ يعني ليه؟ انا ما فهمتش. انا بصراحة مدرب قطر هو بيعمل ايه؟ يعني واقف حاطط ايده مش عارف يعمل ايه. ما فهمتوش بصراحة. في لعيبة لفت انتباهي، أكرم عفيف. يعني أكرم عفيف ده الناس بصراحة، وأنا وأولهم كنت منتظر منه حاجات كتير. الراجل ده باين كان عنده حجز كورة وأخدوه منه. يعني اللي هو أنا جاي غصب عني يا جماعة، ما تخلصونا من الماتش ده، أنا عايز أمشي. طب احنا جايبينك بالعافية يا ابني. بيتمشى في الملعب ملوش دعوة. اللي هو ايه، ما تخلص وما تخلصونا بقى من الماتش ده وبتاع. فريق قطر النهارده الخلاصه كده، الخلاصه حسسني ان بص يعني عامل زي العيال الصغير لما يكونوا اهله او والده غني جدا، تمام، فمربيه بقى بيجيب له مدرسين البيت وبيقدم له على مدارس خاصه ومش عارف ايه ودروس
وبابي ومامي وبتاع، وهو الواد فاشل اصلا. يعني انت عمال تجيب له في عربيات ومدرسين ومدارس خاصة ودروس وتجيب له حاجات بس هو فاشل خلاص يعني. هو فاشل، هو مش مركز معاك، مش مركز مع اللي انت بتعمله ده كله. فانت بتهيله كل الجو، عملت له كل حاجة. يعني ده الجيل اللي في قطر ده اهم جيل، يعني انت مش اهم جيل كمان، انت اكتر جيل محظوظ في قطر. اتعمل لك كل ده ولسه برضه هتفضل خايب يعني. طيب خايب كرويا طبعا، مش خايب حاجة تانية. فقطر يعني ركزت في كل حاجة، بس للأسف إن ده تحول ضغوطات على اللعيبة. نتمنى من فريق زي قطر إن هو الماتشين الجايين، مش مطالب إن أنت تكسب بقى سنغال وهولندا، طبعا ده المفروض تكسبهم، بس يعني أنت على الأقل تحسن الصورة أكتر من كده في الأداء. وإن شاء الله القادم أفضل لقطر وكل المنتخبات العربية، ونشوف كأس عالم بعد كده يليق بالمستوى اللي احنا شفناه في الافتتاح النهاردة من التنظيم يعني. ده كان ملخص الافتتاح، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من كلام في الكورة. هنكون متابعين معاكم كل يوم من كأس العالم، كل يوم هنكون مع بعض في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.